يوم تمرين في البيت. تعال اقولك ازاي بتمرن في البيت مش مضطر ان انزل جيم. الاول باكل وجبة قبل التمرين، المفروض تكون وجبة كبيرة شوية عشان النهاردة عضلة كبيرة. الوجبة عبارة عن 3 بلحات ورغيف عيش بلدي وبيضتين مسلوقين و100 جرام جبنة قريش، يعني يعتبر حاجة بسيطة كده ومش مكلفة خالص نظرا لغلاء الاسعار، وفيها كل العناصر دهون وكرب وبروتين. بعد ساعة من الاكل بدأت تمرين. اول حاجة بسخن المفاصل وخاصة الكتف، لان تمرين النهاردة تقيل والكتف من اكتر المفاصل اللي بتتصاب. بعد كده بسخن العضلة نفسها عن طريق اني بعمل الشكل ده من العقلة بدون وزن. طبعا في ناس بتقول اوعى تبدأ تمرينك بالعقلة والكلام الفاضي ده، بس انا شايف انك لو سخنت كويس وعملت كام عدة كده من غير وزن ممكن تبدأ بالعقلة عادي، وده الاحسن لان تمرين العقلة من اصعب تمارين الظهر ومحتاجة مجهود كبير. عشان كده يستحسن تكون في اول التمرين وانت لسه عندك طاقة. وبعدين انا كده ما عنديش اوبشنات كتير اصلا، مفيش اي مجال ان اعمل تمارين السحب الرأسي غير العقلة لاني بتمرن في البيت وما عنديش اجهزة. بدأت اول تمرين العقلة العادية الماسكة الواسعة، ودي بتشغل عضلة اللاتس والجزء العلوي من الظهر عشان تزود من عرض الظهر، ومعلق وزن 20 كيلو وبعمل بيه 8 عدات. بعدين بعمل دروب ست واكمل 8 عدات من غير وزن، وعملت 3 مجموعات منه. خلاص جبت اخري في اول تمرين بس مش مهم لان حاطط الصعب في الاول واللي جاي هيبقى اسهل. تاني تمرين عقلة برضو بس ماسكة ضيقة، والماسكة دي اسمها ميديوم جريب، ودي بتشتغل اكتر على اللاتس برضو بس على الحجم. برضو معلق وزن 20 كيلو وبطلع بثبت 3 ثواني بعدين انزل، وعملت 8 عدات في 4 مجموعات. والتمرين التالت انجل ارم رو، السحب بايد واحدة. بنزل لحد الاخر بستريتش بعدين بطلع وانا مثبت ضهري مش بيتحرك، لان بشوف ناس بتطلع وتنزل مع الوزن وده مش احسن حاجة يعني. وعملت 3 مجموعات في 12 عدة. بعدين بدخل على رابع تمرين وهو البنت اوفر رو، التجديف بالبار عشان اركز شوية على عضلات منتصف الظهر، وده من اكتر التمارين اللي بحبها عشان بحس بالعضلة جدا. وعملت 4 مجموعات في 12 عدة. نخش بقى على اخر تمرين البول اوفر عشان نعمل استرتش لعضلات الظهر بعد كل التمارين دي، وعملت فيه 10 عدات في 4 مجموعات. كده خلصت الظهر، نخش على التراي بقى. في ناس تقولك خلي الباي مع الظهر والتراي مع الشيست، بس انا شايف ان الاحسن ان العب التراي مع الظهر لان اصلا الباي عضلة مساعدة مع الظهر وخلاص جابت اخرها في التمرين، فكده مش هعرف اشيل اوزان فيها، انما التراي لسه بصحتها عشان كده بلعبها مع الظهر. واول تمرين تراي بركز على الراس الطويلة وهو السيتد بريس، الضغط بالدمبل، وزن تقيل عملت بيه 3 مجموعات في 10 عدات. بعدين دخلت على التمرين التاني بالماسكة دي عشان يشغل عندي الراس الوسطى لان مش بمرنها في يوم الدراع، وعملتها بتكنيك العدة ونص، وعملت 3 مجموعات في 10 عدات. ودلوقتي ميعاد الكارديو، وعشان انا ما بحبش انواع الكارديو العادية وبحس بملل وانا بعملها فبلعب شوية بوكس عشان بحبه. وبس كده التمرين خلص. يلا خش خد لفة في القناة كده، بتكلم في مواضيع مختلفة هتعجبك. لو حابب تدعمني اعمل لايك وشير واشترك في القناة لو على اليوتيوب، ولايك وشير وفولو لو على الفيسبوك، وما تنساش تتابعني على حساباتي الشخصية هتلاقيها في الوصف. وسلام.